بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بن الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هنتكلم إن شاء الله النهاردة على فكرة دار المسنين. الحقيقة دار المسنين دي أنا شايفها فكرة غربية، وفكرة انتشارها في وطننا العربي دليل كبير على عقوق الوالدين. هيقول لك ده في حالات محتاجة مش هينفع معاها التصرف العادي ومحتاجة رعاية طبية خاصة، جيب لها ممرضة قاعدة جنبها ان شاء الله نشحت. ما انت هو دار المسنين دي يا جماعة ببلاش؟ ما هو دار المسنين دي بفلوس. الفلوس اللي هتدفعها في الدار دي جيب لها ممرضة تحت اشرافك وتقعد جنبها، تمام؟ وبعدين يا جماعة محدش هيبقى بيحب باباك ومامتك قدك، ولا هيبقى عنده ذمة وضمير معاهم قدك، ومحدش أولى بيهم منك. ده دين في رقبتك. انت اما تفكر كده ويلف الزمن والزمن دوار، اما يلف الزمن والزمن دوار، تحب اما يجي لك المرض ده يرميك عيالك في دار مسنين؟ يرميك؟ يرميك. ايوه، ربنا سبحانه وتعالى قال اما يبلغن عندك الكبر. ما ينفعش حتى لو هم في ايه انك انت تحطهم في حتة تانية، عندك، لازم عندك، تمام؟ فمش متخيل اصلا انك انت تسيبهم وهم في اشد الحاجة اليك. باباك ومامتك دول لازم تفتكر ان هم ضحوا بحاجات كتير جدا عشانك، وانت دلوقتي بتعقهم هيترد لك في الدنيا قبل الاخره، لان ده عقوق من ضمن من اكتر درجات العقوق موضوع دار المسنين ده. لازم تفهم ان هم وهم بيكبروا في السن وفي اشد بقى الحاجه اليك بيزقوك انك انت تسافر عشان مصلحتك، بيزقوك انك انت تتجوز وتسيبهم عشان تكون اسره، لان هم عارفين ان هم مش قاعدين لك. بيزقوك لمصلحتك ولسعادتك بغض النظر عن احتياجهم هم ليك. وبعد كل ده تقابلهم بهذا العقوق؟ يا جماعة الخير، باباكم ومامتكم دول باب كبير جدا للجنة، اوعوا تسيبوه. نعمة كبيرة والله العظيم، نفسهم اللي موجود في الدنيا نعمة كبيرة جدا، لازم تحمد عليه زي ربنا كل يوم 100,000 مرة. دول بركة، ودعائهم ليك مفيش بينه وبين ربنا حاجات، ودعائهم عليك نفس الكلام. محدش عارف، محدش يقدر يعرف بالظبط النعمة اللي هو فيها غير ما يفقدها، واللي فاقدين أبوهم وأمهم حاسين جدا بالجمل اللي أنا بقولها دي. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.